أنا الدكتور إسماعيل البابلي، استشاري المخ والأعصاب. السلام عليكم. لن أطيل عليكم بالمقدمات. والمفاجأة المدهشة أن نقص ساعتين عن حاجة كفايتك من النوم اليومي لمدة أسبوع تسبب تخديرا أشد من التسمم بالكحول. أما فقدان نوم ليلة كاملة فإنه يعادل تقريبا تأثير شرب 3 أكواب كاملة كبيرة من النبيذ. وتصور أنك تعمل أو تدرس أو تقود تحت هذا التأثير، كيف سيكون أداؤك؟ يشتكي من ينامون بمعدل يقل عن 7 ساعات يوميا من ضعف التركيز بنسبة 29% مقارنة بنسبة 19% لمن ينامون بين 7 و9 ساعات في اليوم بشكل عام، مع أن حاجة الإنسان للنوم تتفاوت من شخص لآخر. أما الأسوأ من قلة النوم هو اختلال جودة النوم وضعف الانتفاع من ساعاته، حين تصبح نومة 8 ساعات تعادل 6 أو 5 ساعات فقط في حقيقتها. ولكي تحسن من سلوك نومك الصحي، خذ قيلولة قصيرة وسط النهار، لا تنم قيلولتك في آخر النهار، تجنب شرب أي منبه قبل 6 ساعات من النوم. تخفيف الوزن يحسن من جودة وفائدة النوم بنسبة قد تصل إلى 20%، وكذلك الرياضة المنتظمة، ولكن تجنب تحفيز جسمك بالرياضة أو ذهنك أو عواطفك قبل النوم مباشرة. نم مبكرا وحافظ على جدول منظم في النوم. بقي أن أخبرك أن النوم لأقل من 6 ساعات يوميا مرتبط بزيادة معدل الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب ونقص المناعة. هذا تأثير قلة النوم عليك، فماذا عن أطفالك؟ وأخيرا، أتمنى للجميع نوما صحيا.